السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير في هذا البث المباشر اللي غادي نطرقوا ليه. وكنتكلم دائما في حلقات سابقة حول هذا الشيء. للأسف للآن الخطاب الكراهية الذي يمارسه عدد من الأشخاص وخصوصا المخزن. أنا شفت عدد من الجرائد الرسمية المخزنية تمارس خطاب الكراهية سواء ضد الشعب الجزائري، سواء بعض الأشخاص كذلك يمارسون خطاب الكراهية ويحثون الناس على كراهية الشعوب، كذلك إلى الهجوم عليه. هذا الخطاب تحول من خطاب على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الجرائد ولا في الإعلام الرسمي، تحول إلى أرض الواقع، وأصبح أشخاص اللي ما عندهم حتى شي علاقة لا بالخطابات السياسية لا بالخطابات الكراهية أصبحوا الآن للأسف يدفعون الثمن، والثمن غاليا، نتيجة هذا الصراعات اللي كاينة الآن بين المغرب والجزائر. الكراهية كبرات بزاف وكنت تكلمت عليها، خصوصا بانت في هاد الأيام الأخيرة، بالأخص بدات الكراهية بين الشعبين، خصوصا مع تطبيع المغرب مع إسرائيل، تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل. زاد هذا الخطاب الكراهية اللي وصل لواحد الحد ديالو أقصى هو الذي نعيشه الآن. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة غادي نتكلم على هذا الطفل الجزائري. هو طفل أمريكي جزائري الأصل، وشنو وقع ليه. الناس اللي ما شافوش لا فيديو غادي تشوفوها الآن وغادي نرجعوا باش نعلقوا عليها. دونك هذا الطفل الجزائري كان في واحد البلاصة فانزون في ميريكان في بوسطن، مشى باش يشجع المنتخب المغربي فاش كانوا لاعبين مع المنتخب ديال هولندا. دونك هذا الطفل مشى بنية حسنة، ومشى لابس القميص ولا التوني ديال الجزائر، وكان غرضه هو تشجيع الجزائر، تشجيع المغرب عفوا، بقميص الجزائر. غادي نخليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا باش نعلقوا لها. الجزائري معلم بغينا نربحوا بلا كذوب حلف. دونك هنايا صوروا واحد الواحد وقال ليه بلي انا جاي نشجع المغرب، وسولو واش هذاك المغربي اللي تيهضر معاه قال ليه واش بغينا نربحوا، قال ليه وي باغيكم تربحوا زعما وجاي باش نشجعكم. الناس اللي ما سمعوش مزيان. نربحوا بلا كذوب حلف.